السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بعد القات قلنا نحلل الجو وندي لكم قصيدة. حصلت معي قصة مع بنية. البنية هذه الحبايب تقدمنا نخطبها على سنة الله ورسوله، وهي قد طلقت زوجها، أبوها توفى وعنده يعني ثروة ما شاء الله سبحان الله العظيم، عندها يمكن 4 أو 5 عمائر. هي من أحد المحافظات اليمنية، ما أبغى شغل عمران أو حجة أو المحويت أو المهم. والله أنا كنت أحس إني برتاح صراحة، لكن هي يعني تأملت لوحدي، وأنا متزوج الحمد لله، بس أبغى أعدد واحد، أنا عندي 2 الحمد لله، ممكن أجيب الثالثة والرابعة. ليش؟ لأنه يعني هذا شرع الله. والله هدينا قصيدة وقلنا بسم الله بعد القات، بسم الله الرحمن الرحيم. تقدمت أخطب بنية، وكانت البنية غنية، وجيت من باب سني حسب السنة النبوية. رشيد الشيخ، أو قلت رشيد شيخ واعظ قيادي، قائد بر وزيد بحرية. قلت له إيش القصد؟ أني بثني والشرع حل الأربع سوية. بدفع، شوفي، بدفع كل ما تطلبيني، ومهري ب1,000,000 أو برفدك الرفد عندنا يقولوا حق الفتاشة، بدفع كل ما تطلبيني وارفدك، بس الرفد بس برفدك ب1,000,000 في حقك شوية. بدفع كل ما تطلبيني وارفدك ب1,000,000 في حقك شوية. ورب السماء حسسني كنت أحس أنك المعنية. ومهرك بدفعه لك مثنى، وزفك بالذهب مطلية، واذبح 3 قعدان وثور أصغر شوية أو أكبر شوية. قالت هو قد معه 2، وما الثالثة سخرية. كيف تسخرين يا البنية، كيف تسخرين بدين الله وما أنزل في السنة النبوية؟ الذي عنده 2 له شوق وطاقة قوية، أما الذي عنده حبة وإيش يشوفها؟ زمزمية. لا، متقول مش قرية أو عنصرية أو عنجهية، لا، الذي عنده حبة يشوفها زمزمية، أما الذي عنده حبة يشوفها زمزمية. هذا كلامي مؤكد والرب شاهد علي. أكيد مغرورة بمالش وترفضي ذا وذيه، ينتهي العمر والمال وأنت بحسن نية. الرجل رجل يا حبيبي ما ينعاف مثل البنية. قصدها أنها بترتاح لو جت على ولد كذية. الولد يعني هذا أما سعلوق، قصدها أنها بترتاح لو جت على ولد كذية. الولد هذا أما سعلوق أو جنس ثالث فاقد للهوية، بيضيع العمر والمال وانتي بحسن نية. لأنه ما يأخذ الثائب، انتي مطلق ثائب، لأنه عندنا في اليمن ما يأخذ الثائب إلا مزوج، أما العزب ما يأخذ الثائب، لأنه ما يأخذ الثائب إلا مزوج. أقولها يا صبية، لأنه ما يأخذ الثائب إلا مزوج. أقولها يا صبية، نصيحتي من رشيد شاعر إلى كل بنية غنية، ترضى بما جاء من الله ولا بتكون هي ضحية. العمر يفنى وكلا على مزاج الرعية. وإيش البنت هذه يا ربي؟ تسخر في الرجال القوية. الله سبحانه قد حل الأربع وبينه لمن لا نبيه. هذا كلامي مؤكد والرب شاهد علي. لو عندي 4 نسوان، شوفي يا البنية، لو عندي 4 نسوان ويقرب بينهم صلية، لاطلب جنبهن جواري، اي بالله لاطلب جنبهن جواري، وقوتي مستوية. وانتي وهذا شأنك والرب شاهد علي. وانتي وهذا شأنك والعين، قولي والعين هي عنجهية. والكاف كلامي مؤكد، با تذكرين الخطية، واقسم بما أنزل الله في سورة مستوية، أن كلا يأخذ نصيبه، قد قال من خير البرية. والختم صلوا على أحمد رسولنا يا رعية. وسلامكم والله بعد القات قدم ملبد محبد موجب. المعذرة يا الحبايب والله.